الأخ علي يقول: شيخنا أنا حلفت بالعباس كذب، شنو أسوي؟ عزيزي، أولا الحلف بأبي الفضل عباس كذبا في حرمتان. الحرمة الأولى حرمة الكذب، حلفت كذب، والحرمة الثانية لعله هذا يمثل انتهاك لحرمة المحلوف به وهو أبو الفضل عباس، فهو حرام مركب من جهتين. الواجب عليك هو الاستغفار، يعني حرمة لكن بدون كفارة، لأنه هذا الحلف بأبي الفضل عباس مو حلف شرعي. الحلف الشرعي هو الذي يكون بالله تعالى، هو هذا اللي يكون عليه الكفارة الشرعية. لكن حرام الحلف كذب، نعم حرام، لا سيما إذا أدى إلى انتهاك حرمة المحلوف به وهو أبو الفضل عباس. فشنو الحل؟ الحل أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، واللي حلفت عليه تحاول تصلحه، جدا مهم. يعني الحلف اللي أنت حلفت عليه اللي هو كذب تحاول تصححه وتصلحه، الله يتوب عليك وهو التواب الرحيم.